عايزة تعملي اكتر من 12 قطعة جاتوه بطريقة اقتصادية جدا وتطلع حاجة تحفة معاكي زي ما انت شايفة كده. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. دلوقتي يا بنات المانجا موجودة كتير في السوق. هتعملي اكتر من 12 قطعة جاتوه بالجمال والروعة اللي انت شايفاها قدامك دي. بسم الله ما شاء الله يا بنات، حاجة تحفة التحفة. شايفين؟ عايزين تشوفوا احنا عملنا الجمال ده ازاي؟ يلا بينا يا حبايبي على الفيديو نشوف عملنا الجمال ده ازاي. يلا بينا. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل دلوقتي كيكة المانجو او الجاتوه. هتعملي منها كام قطعة اقتصادية جدا سهلة بسيطة خالص. انا معايا هنا 4 بيضات. خلي بالكم البيض اللي انتوا بتجيبوه من المحلات في جو الحر ده، لما تيجوا تكسروا البيض اكسروه بره الاول عشان الجو حر وكده. خلي بالكم من الحاجات دي. معايا هنا 4 بيضات، هنحط عليهم 4 ورقات فانيليا، او لو عندك فانيليا سايله كده اتوصي شويه. هنحط عليهم عصير ليمونه، ودي عصير نص ليمونه. وعصير نص ليمونه ليه؟ هقولك دلوقتي. دي بتخلي الكيك بتاعك ابيض وحلو كده، لونه فاتح وجميل. هحط كمان معلقه خل بالشكل ده. ده البيض بتاعنا يا حبايبي. هنا معايا كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، تلت كوبايه زيت، كوبايتين دقيق، عليهم بيكنج باودر او كيك شيف الموجود عندك. بالشكل ده يا بنات. وطبعا انا حاطه على الدقيق ذره ملح صغيره جدا. معايا هنا معلقتين نشا كبار اهمت. النشا حلو جدا، بيفتح وبيخلي الكيك بتاعك هش وحلو. هنقلب المقادير الجافه بقى كلها مع بعضيها كده ونحضر. الكيك ده ما بياخدش وقت معاكي خالص، سهل وبسيط، وممكن تضربيه من غير مضرب كهربائي، بس انا حبيت انجز نفسي ومادام المضرب موجود خلاص. انا معايا هنا البيض والفانيليا والخل والليمون. هضربهم الاول شويه كده. ودلوقتي يا احلى بنات، بعد ما ضربت البيض شويه حلوين كده، هننزل بالسكر شويه بشويه. يعني مش هننزل بالكوبايه الا ربع سكر مره واحده، حبه حبه كده بالشكل ده يا احلى بنات في الدنيا. انا ضربت السكر والبيض والفانيليا والليمون والخل مع بعض كده، اللي احنا قلنا عليهم في الاول زي ما انتم شايفين كده. ادي القوام بتاعه. هنزل دلوقتي بتلت كوبايه الزيت. تلت كوبايه الزيت، انا بس بفصل عشان صوت المضرب ما يزعجكمش. تلت كوبايه الزيت اهي، مش اكتر من كده. ممكن تضربي المكونات دي كلها في الخلاط، ممكن تضربيها في الخلاط، ممكن تضربيها بمضرب يدوي، ممكن تضربيها بمضرب يدوي كده يا احلى بنات. انا عملت بعد ما ضربت الزيت كده مع المكونات بتاعتي، هنزل بقى باللبن. كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع لبن. ماشي يا احلى بنات في الدنيا اهي، كوبايه الا ربع لبن. هنزل بيها كده، هفصل برضو عشان الصوت. بالشكل ده كده يا حبايبي. ادي الخليط بتاعنا، وادي طبعا انت بتكوني دهنه الصينيه ومجهزاها قبل ما تشتغلي. ادي الصينيه بتاعتنا، اكبر صينيه في الصواني المستطيله. هننزل بقى بالدقيق وننزل بيه واحده واحده، ما ننزلش بيه مره واحده كده ونقلب. طبعا احنا مقلبين كل المكونات بتاعتنا. دول كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين كبار نشا، عليهم باكو بيكنج باودر، عليهم ذره ملح صغيره، حاجه كده بين صوابعينك كده. ننزل بالدقيق كده ونقلب. احنا دلوقتي مش محتاجين مضرب ولا محتاجين حاجه. المكونات دي كلها ممكن نضربها بمضرب السلك العادي، بس انا حبيت اختصر الموضوع عشان ايه؟
مش عايزه اخد وقت وكده ودراعي بيوجعني، فايه قلت نعمل بالمضرب على طول. هي مش محتاجه مضرب يعني لو ما عندكيش مضرب ما تعطليش نفسك. وده الكيك بتاعنا اهو يا حبايبي، زي ما انتم شايفين ده القوام بتاعه، المقادير بتاعتنا مظبوطه اهو زي ما انتم شايفه كده. هنا الصينيه بتاعتنا مدهونه وجاهزه. بننزل بكميه الكيك كلها. نوزع الكيك بتاعنا كويس باي خله باي حاجه، بنعمل دوران كده عشان الفقاعات اللي هي في الكيك دي ما تعمليش فراغات كتير. بنعمل الدوائر كده وانتي ماشيه في الكيك بالشكل ده كده. اي كيك بتعمليه لازم تعملي الحركه دي عشان ما يبقاش فيه فراغات كتير من جوه. كده يا احلى بنات. والفرن بتاعنا طبعا بنحط الصينيه على الرف الوسطاني، بنسخن الفرن واحنا خلاص شغالين في نص الكيك كده. قبل ما نحط الدقيق بشويه، يعني ما تسخنيش الفرن جاي من قبلها، من اول ما تشتغلي في الكيك، عشان ممكن تحط الصينيه اللي يكون الفرن بتاعك يبقى سخن جامد، تحط صينيه الكيك بتاعتك يقوم الفرن بتاعك يستوي، الكيك بتاعك يستوي بسرعه ويحمر من فوق ومن تحت، والكيك بتاعك ما استواش كويس. فلازم انا ما بحبش اولع الفرن من الاول، بولع وانا قبل ما احط الدقيق بشويه، يعني بعد ما اضرب البيض بولع الفرن. بولع الفرن من تحت وبس، مش بولع الشوايه، وبحطه على الرف الوسطاني. بتاخد معاكي قد ايه؟ بتاخد معاكي من نص ساعه ل 40 دقيقه حسب درجه حراره الفرن معاكي. عموما احنا ما بنفتحش عليها الفرن قبل نص ساعه، يعني قبل نص ساعه ما بنفتحش الفرن. ادي الكيك بتاعنا يا احلى بنات في الدنيا، زي ما انتم شايفين كده. حابه تقلبيه على الوش التاني على الارضيه براحتك، حابه تشيلي الوش بتاعه ده براحتك اللي يعجبك، بس انا هعمله كده. بس هخرمه كده بخله او بشوكه او بحاجه عشان يتشرب اللبن. الكيك بتاعنا هش بسم الله ما شاء الله، بس انا رسيت عليه شويه فوشه احمر شويه. هنا يا حبايبي انا معايا اللبن بتاعي بدرجه حراره المطبخ. الكيك بتاعي دافي مش سخن. اللبن انا حطيت عليه 3 معالق سكر، وحطيت عليه رشه فانيليا عشان تديله روح ريحه حلوه كده. اللبن ده بقى راجعلك، حابه تكتري عن كده براحتك، حابه تقللي عن كده براحتك. سيبها كده بقى تتشرب اللبن براحتها قبل ما نجهز الكريمه بتاعتها. وطبعا ما ينفعش خالص ان احنا نحط الكريمه والكيك بتاعنا دافي او سخن.
ودلوقتي يا احلى بنوتات في الدنيا معايا كوبايه كريم شانتيه، ومعايا وحط عليها معلقتين سكر عادي، سكر سندرفيش عادي، ومعايا هنا كوبايه ميه متلجه مش هنزل بيها مره واحده، ممكن تستبدليها بلبن، ممكن تستبدليها بلبن. انا هنا كمان كان عندي كريمه كنت ضربها قبل كده، كريم شانتيه، واللي زاد عندي ما برمهوش، بحطه عندي في الفريزر كده استخدمه وقت ما احب، فبطلعها تفك حاجه بسيطه كده وبنزلها على الكريمه بتاعتي عادي. مفيش حاجه بتترمي يا بنات، الحاجات دي بتنفع، تعملي بيها ايس كريم، تعملي بيها اي حاجه عندك ما بيجرالهاش حاجه، نرجع نستخدمها تاني، بنرجع نستخدمها تاني، وبتبقى جميله جدا بالشكل ده. المعلقه السحريه بقى يا بنات اللي هتخلي الكريمه بتاعتك ما تسيحش معاكي في الحر، تفضل متماسكه وتحفه جدا، مع ان كريمه المتحده دي روعه، كريمه المتحده الخام يا بنات حلوه جدا، كريم شانتيه بتاع المتحده حلو جدا. الكريمه المعلقه السحريه بقى اللي هتخلي الكريم شانتيه بتاعي زي المحلات بالظبط، ما يسيحش معايا مهما قعدت قطعه الجاتوه بره، معلقه النشا الكبيره دي، معلقه نشا حلوه كده، مش هتغير طعم وهتخلي الموضوع معاكي تحفه. هنزود شويه ميه، القوام بتاع الكريمه بتاعتنا يا بنات بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لكم ان كريمه المتحده دي فظيعه، اقل مقدار منها بيعمل كميه حلوه جدا بالشكل ده يا احلى بنوتات. انا حطيتها في كيس حلواني كده عشان تسهل عليا، بس اللي من ابو حمص ومش عارف يجيب كريمه المتحده منين، من عند زبوت سهوس، المحل الوحيد اللي فيه كريمه المتحده. بصراحه انا جبتها كتير وما كانتش بتطلع مظبوطه. بالشكل ده يا احلى بنوتات في الدنيا. انا بقى هدخلها الفريزر عشان تتماسك شويه، عشان لما اجي احط عليها طبقه كريمه المانجا تبقى متماسكه وحلوه. ادي كريمه المانجا يا بنات اللي هنحطها على الكيك، بس ما ينفعش احطها على الكيك وهي سخنه، دي مانجا انا ضربتها في الخلاط وحطيت عليها معلقتين نشا وحطيتها على النار كده تعمل معايا زي الكريمه كده اهي، حطيت معاها كمان رشه فانيليا صغيره وخلاص على كده، والسكر حسب الرغبه. نسيبها لما تهدى خالص عشان لما نحطها على الكيك ما تسيحش الكريمه معانا، ولازم نصفيها، لازم يا بنات نصفيها. انا هصفيها اهو كمان زي ما انتم شايفين كده، نصفيها لا يكون فيها اي كلاكيع حاجه كده، عشان تنزل تبقى ناعمه وحلوه معانا على الكيك بتاعنا، ما تبقاش فيها اي شوائب خالص. بس كده يا احلى بنوتات في الدنيا، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله على لونها والقوام بتاعها. طبعا لو المانجا بتاعتك مش لونها اصفر جامد كده، هي مش صفرة جامد يعني، بس انا ما حبيتش يعني احط لها لا لون ولا حاجه، انت بقى حابه تزودي وتحطي لها لون نحط لها لون، انا حبيت اسيبها بطبيعتها كده. يا حبايبي الكريمه بتاع الكيكه بتاعتنا اهي، وحطينا عليها كريمه المانجا زي ما انتم شايفين كده، حتى اتمسكت على طول اهي. انا مش عارفه الموبايل ما كانش بيصور، انا كنت فاكراه بيصور وانا بحط الكريمه، بس فجاه لقيته مش بيصور، فمش عارفه بقى الجو حر ولا ايه. فزي ما انتم شايفين كده يا بنات الشكل ده يا احلى بنوتات زيناها كده. طبعا التزيين راجع لك
بالطريقه اللي تعجبك. كسرنا اللون بحتتين كريس كده اهو. طبعا انا مش عايزه اقول لكم الجو في المطبخ حر ازاي، حاجه كده صعبه جدا جدا جدا، فانا عماله على اخري عشان اخلصها عشان ما تسحش معايا. اطلع لكم بقى كده قطعه. زي ما انتوا شايفين كده يا احلى بنوتات في الدنيا. ادي كيكه المانجا بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. شايفين الطبقات بتاعتها؟ تحفه يا بنات، تحفه. شايفين معلقه النشا اللي احنا حطيناهم على الكريم شانتيه برغم ان الجو نار، خلت الكريم شانتيه متماسك معانا ازاي. طريقه سهله وبسيطه. طعمها خطير يا بنات، خطير. التقطيعه بقى اللي ترجع لك. طريقه سهله وبسيطه. انت عارفه عشان تشتري حاجه زي كده من المحلات تشتريها بكام؟ بسم الله ما شاء الله. عملنا اكتر من 12 قطعه جاتوه، حكايه يا بنات. بسم الله، الله اكبر عليك. تحفه جميله جدا، طعمها خطير زي ما انتوا شايفين كده. جربوها بجد هتعجبكم. كيكه المانجا دي روعه. في دلوقتي اوان المانجا، في الصيف كمان بترطب وجميله. حاجه كده تسموها القشطوطه، تسموها كيكه المانجا زي ما تسموها، بس القشطوطه بتتعمل اساسها كريم كراميل. فهي احنا عملناها بكريمه المانجا كده. تحفه تحفه يا بنات. والكريمه متماسكه، والكريم شانتيه بتاعنا متماسك، وكريمه الكريم شانتيه الخام بتاع المتحده ده حلو قوي جدا يا بنات. ولو تحط عليه كمان معلقه نشا ما تخافيش، لو قدمتها لضيوفك كده وقعدت قدامهم شويه لا هتخافي عليها تسيح قدامهم من الحر ولا اي حاجه خالص. زي ما انت شايفه كده تحفه يا بنات، تحفه. والكيكه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله ممكن تشرب معاكي كمان لحد 4 كوبايات لبن. لو عايزاها ناعمه كمان عن كده اديها شويه لبن كمان، اديها 4 كوبايات لبن هتبقى تحفه معاكي. بس انا حبيتها متماسكه كده، مش حبيتها ان يكون اللبن بتاعها كتير. زي ما انتم شايفين كده يا احلى بنات في الدنيا. جربوها هتعجبكم. ويا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير، واللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ام احمد. بحبكم في الله. سلام عليكم، باي باي.